بما اننا بقى داخلين على موسم المدارس بقى، كل سنة وانتم طيبين وبألف خير. فتعالى نعمل بقى العيش الفينو التحفة اللي انتوا شايفينه دوت. الكمية دي كلها من كيلو دقيق، والله من كيلو دقيق هيطلع معاكي كمية. بصي، لو عندك فرد واحد بس بيروح المدرسة الكمية دي تكفيكي اسبوع. لو عندك اتنين هتعملي 2 كيلو في الاسبوع. برضو مش كتير، مش زي اللي انت بتجيبيه من بره. انت مش هتجيبي الكمية دي كلها من 20 جنيه، لكن ب20 جنيه نعمل الكمية دي كلها. معايا كيلو دقيق، والمكونات بتاعتنا معايا كوباية من الحليب الرايب، 3 معالق من الزيت، ومعلقة من الخميرة، ومعلقة من السكر، نص معلقة من الملح، وبيضاية. البيضة بتساعد على هشاشان العجين، وتخلي الرغيف الفينو هاشش كده وحلو، وبتخلي العجينة قوامها حلو. حطينا هنا كده العجان، وهننزل بقى بالمكونات بتاعتنا. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب للقناة، وما تنسوش تصلوا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. ويلا بينا نشوف الخطوات، هيطلع معاكي تحفة جدا. واعملي الخطوات بتاعته سهلة وبسيطة، مش هياخد معاكي وقت اصلا. حطينا كل المكونات قبل ما نبدأ في العجين، وبدأنا نقلب كل المكونات كده مع العجين. وهنجيب بقى مية في البولة اللي كان فيها الحليب الرايب. والحليب الرايب بيودي العيش في حتة تانية خالص، بيخلي طعمه حلو جدا. هنحط كده المية تدريجيا لحد ما يدينا القوام بتاعنا الحلو. وانا عايزة عجينتي تبقى طرية، ما تبقاش ناشفة. العجينة الناجحة بتاعة الفينو بتبقى طرية، متبقاش ناشفة. بصوا انا عايزاها ايه، امسكها كده تلزق في الايد، متماسكة بس بتلزق في الايد، اللي هو ايه يعني. عايزة لها مثلا معلقتين دقيق وهتبقى حلوة جدا. لا، انا اشيل معلقتين الدقيق دولت عشان انا عايزة القوام كده. هتاخد معانا كوباية من الحليب الرايب، وكوبايتين من المية. بص العجينة وملمسها تحفة جدا. وحطيت معلقة من الزيت في القعر الطبق، وحطيته كده هو زي ما انتم شايفين. وهغطي عليه واسيبه نص ساعة بالظبط. العجين دي بيختلف من نوع عن التاني عشان شرب السوائل ليه. كان المية او الحليب، لو انت هتعجني بده او ده. وانا ما عنديش، كانش عندي حليب بودر، فحطيت الكوبايه الحليب اللي رايب. الحليب الرايب بيبقى احلى بكتير من الحليب البودر. بس لو ما عندكيش حط حليب بودر. بص ارتفعت ازاي في نص ساعه، بسم الله ما شاء الله. بقت تحفه، وعجينه معايا سلسه وناعمه، وما شاء الله الله اكبر، جميله جدا جدا. بص شكلها عامل ازاي، تحفة. تحطي ايدك تخبطي عليها ترني كده، يعني دي عجينة ناجحة وهشة. ولما تيجي تفرديها كده بلاقيها بتطلع بقى فقاقيع كده، بتبقى عجينتك حلوة جدا. هنعملها كور بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت كده. زي ما انتوا شايفين كده خلصت الكمية. وهبدأ ان انا افرد على طول، يعني بسم الله ما شاء الله، مرتفعة وجميلة جدا. تمام، فهبدأ افرد كده زي ما انتم شايفين. وبعد كده بعد ما افردها يعني حسب الكمية بتاعتك، يعني حسب العجينة اللي انت حطاها، وعايزة رغيف الفينو يبقى قد ايه. ده الحجم دوت اكبر من اللي احنا بنشتريه من بره طبعا بكتير، واحلى طبعا، وطعمه وانت خدماه وحطاله طبعا. يعني عايزة تحطي حتة زبدة حطي، عايزة تحطي زيت بديل ماشي، عايزة تحطي حليب بس تعجنيه بيه. انت بتخدمي عجينتك عشان ولادك اللي هياكلوها، فبتحطي اللي انت عاوزه تحطيه. تمام، هنفردها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، ونبدا ان احنا نبرم برضو زي ما انت شايفه كده بالشكل دوت. سهل جدا وبسيط جدا، ما عندكيش عجينه هتعجنيها على ايدك، ما بياخدش معاكي 10 دقايق في العجين، وهتطلع معاكي العجينه سلسه وجميله. وهيطلع بالشكل اللي انت شايفاه، والكميه اللي انت شفتيها في اول الفيديو التحفه دي. ما شاء الله، لو اكبر كمية يعني كيلو دقيق، لا بيطلع كمية بصراحة. هنقفل بالطريقة دي ونحط تقفيل يبقى لتحت ما يبقاش لفوق. اهو بص انا مقفلة ومخلية التقفيل لتحت عشان لما يخمر ما يفتحش لفوق، ولما يستوي برضو ما يبقاش في تفتحات. دي كل الكمية بعد ما خلصتها. هجيب كده شوية من الحليب وادهن الوش كده بالفرشة زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هحط رش عليها شوية سمسم، شوية حبة البركة اللي متوفر عندك حطيه. انا كان متوفر عندي شوية سمسم فحطيتهم كده على الوش، كانوا عندي في التلاجة. يعني لما يتبقى حاجة شوية سمسم، شوية حبة البركة، الحاجات دي بحطها في التلاجة بصراحة ما بتبص.
فبتحتاجيها بتطلعيها وبتبقى حلوة جدا. هرش كده على الوش وكده ايه هو الصاج جاهز على دخلانه الفرن. هعمل الصاج التاني بالشكل دوت برضو وندخلهم ونشوفهم بعد ما يطلعوا. بصوا الجمال، الله اكبر، شكلهم تحفة، لونهم جميل جدا، سواهم كمان ملهوش حل. جربي واعملي ومش هتندمي، بس خلي عجينتك حلوة هشة كده وطرية، تطلع معاكي حلوة جدا. بصوا الشكل عامل ازاي، والكمية اللهم بارك كتير، والسوا بقى من فوق ومن تحت ما اقولكوش، وطراوته بقى وجماله، ولا هشاشانه من جوه، بصوا مفرغ وجميل ازاي. جربوه مش هتندموا على العيش الفينو لولادكم. ونعمل برضو مخبوزات تانية مع بعض، ونشوف مع بعض ايه الحاجات اللي هنعملها. يا رب الفيديو يعجبكم ويكون خفيف عليكم، وتجربوه ان شاء الله يعجبكم ويطلع احلى ما طلع معايا كمان. وبالمقص كده تفتحي وتقطعي هيطلع معاكي تحفة، ومن جوه مشبك بالشكل اللي انتوا شايفينه، خمران وجميل جدا جدا. جربوه، استنوني فيديو جديد، مع السلامة.